بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير. انا بس عايز اديكم فكرة بسيطة عن الموضوع بدأ معايا ازاي. يعني مش هصدعكم كتير يعني بإذن الله. طبعا هو زي ما انتم شايفين انا كنت في الاول كان عندي جيم، وايام الكورونا طبعا اكيد كنت بتمرن انا لوحدي او واحد معايا كمان، فطبعا ايه كان الجو مريح والدنيا هادية، بس الدنيا بدأت تشتغل دلوقتي يعني الحمد لله. تمام. المهم ما سبت الجيم بقى، طبعا بعته كده. فقلت مش هينفع طبعا ان انا خليني قاعد كده، لان طبعا غلط. يعني انا مثلا في مشروع ما مش شغال معايا، او مشروع هادي مثلا هادي في الشغل زي اي واحد معاه وظيفه كده. يا جماعه انت وظيفتك دلوقتي تقريبا يا جماعه في حوالي 70% من الناس مرتباتهم مش مكفيه، فاكيد لازم يدور على حاجه تانية زي اللي بيدور على شغلانه تانية اي مجال تاني. فانا الحمد لله اخترت المجال ده طلع ما شاء الله اختيار موفق يعني، وحاجه كويسه جدا. بعد ما سبت الجيم بدأت أتعلم الأدوات الرياضية دي اللي هي بتتعمل من الجلد، دي بتتعمل ازاي. رحت اشتريتها اهو زي ما انتم شايفين، دي بواقي جلد يا جماعة، بواقي جلد. اشتريت، تخيلوا كل دول كانوا ب200 جنيه بس. يعني حاجة، بص يعني دولت لو بتعملهم شغل هيعدوا 3000 جنيه. اه والله. انت لو دخلتهم شغل دول، يعني الحمد لله لو جبت دول ودخلتهم شغل انا دلوقتي في الورشه بتاعتي هيعدوا 3000 جنيه. المهم زي ما انتوا عارفين طبعا الرفيق اللي طبعا مش سايبني في حاجه وقارفني وقاعد في كل حاجه، يعني قاعد قدامي. يعني حاجه بصراحه يعني انا مش عارف. المهم جبت انا الجلد وبدات اقسمه بقى واعرف كل نوع ايه واعرف الدنيا في ايه. لما مشيت على الكورس اللي انا شاريه، طبعا الكورس الاجنبي غير العربي زي ما انا بشرحه لك اهو، انا شرحه لك بالتفصيل. يعني ايه الممل، وبعت لك الاستنباط وبعت لك انواع الجلد كمان. تمام. دلوقتي الموضوع بدأت بقى قلت هبدأ في السندباجات الاول. السندباجات دي سهلة ومطلوبة. ولما رحت للراجل قال لي هات لي السندباجات، بقول له عايز مقاس كام، قال لي هات المقاسات اللي عندك كلها. رحت رايح بقى طبعا جبت جبت الجلد وبدأت اقفل بدأت اقفل الجلد على بعضه. لو تلاحظوا يا جماعة الخط اللي موجود ده الخط الابيض اللي هو في قلب الجلد نفسه، الخط ده يعني مداري وصلات جلد زي اللي في النص دي. فانا بدأت اجيب بقى الجلد وكده واعمله على بعضه وخيطت السوستة فوق اهو زي ما انتم شايفين. الموضوع كان ميسر ما شاء الله يعني، وكان سهل وبسيط جدا يعني. المهم الحمد لله بدأت بقى اجيب الحزمة دي. انا هقول لكم هجيبها منين. بتجيبوها من السوق. تمام. شفت الحزمة كنت بجيبها مستعملة بس كانت رخيصة، يعني الواحد كان 6 متر ب15 جنيه و20 جنيه وبتاع. هو لسه لحد دلوقتي سعره زي ما هو يعني. تمام. جبته اهوت. فطبعا كنت بحطه بصوا وسخ ازاي. كنت بحطه في الغسالة. كان عندنا غسالة قديمة كده عشان ما كنت استعملها المدام ما كانتش تقدر تتكلم معايا يعني. والله كانت بتنضف احسن من الاوتوماتيك اللي احنا هي المخصوص وحاجه مخصوص. لا ده بعد الغسيل شوف كانوا بيطلعوا منين ازاي يا جماعه. كانوا بيطلعوا انضف مما كانوا جايين اصلا، مما كانوا طالعين من المصنع اصلا يعني. اما بعناها بقى طبعا شغلت الاوتوماتيك وبدات الكميه تكبر. فالاوتوماتيك ما شاء الله بتشيل 8 و9 كيلو وبتاع. فالحمد لله شوف زي ما انتم شايفين اهوت. شفتوا كنت جايب حزمه قد ايه واغسلها وكانت بتطلع ما شاء الله نظيفه جدا يعني. تمام. المهم بدأت بقى اجمع الحاجات دي مع بعضها. بدأت اخيط. جمعت الأحزمة مع بعضها والحاجات الصغيرة دي بدأت اقطعها اهوت. والدنيا مشيت تمام زي الفل. بدأت اخيط انا على المكنة. بعد التقفيل بقى اهوت قفلناهم. تمام. هما كانوا اكتر من كده. وبقيت رحت اجيب القصاقيس بقى. جبتها منين؟ دي البوابة الخلفية للمصنع. تمام. كنت بجيبها من المصنع ببلاش على فكرة. ما كنتش بدفع فيها اي فلوس. الراجل كان بيقول لي تعالى شيل اللي انت عايزه. وما شاء الله كانوا كميات كبيرة وبتاع وكده. كان مصنع ملابس بقى. تمام. وخدت القصايص دي وطلعت حطيتها في الشقة طبعا اهو زي ما انتم شايفين الورشة بتاعتنا. يعني كانت حاجة. وبدأت اعبي السندباجات انا ومحمد ابني. كانوا بادئين ب4 سندباجات. بعد كده ربنا وسع علينا الحمد لله والموضوع فتح جامد. بقينا نعمل 10 و14 زي ما انتم شايفين اهوت. عملنا كميات كبيرة جدا. كميات بصراحة كميات فوق المتوقع يعني. والحمد لله ربنا فتح علينا وكان ما شاء الله يعني زي الفل. ده على فكرة دي حاجة بس
دي نوعية بس كده، زي ما قلت لكم البداية بس كانت بداية بسيطة كده. في فيديو كمان تحت في الصفحة، في الصفحة نفسها، وحطه على الفيس برضو، حطه على صفحة الفيس برضو وعلى صفحة الموقع. فيه برضو ازاي كان اول اوردر اللي بعته السويس، وتاني اوردر اللي عملته اللي هو سلاح الشيش وسلاح والجراب بتاع التنس وسلاح الشيش. يا ريت تبص عليهم برضو وتشوفوا مدى سهولة الموضوع، ويا رب يا رب ربنا يوفق الجميع ان شاء الله يعني، واتمنى للجميع التوفيق. مع السلامة.